عادي يعني، خلصنا على الاسماعيلي. يا سلام، اللي بعده يا عم بسرعه، اللي بعده، احنا لسه هندور كتير. صدق بالله ده اكتر ماتش انا كنت خايف منه قبل ما نبدا، الزمالك قصاد الاسماعيلي. يعني لا، انا مش خايف من الاسماعيلي، ولا انا خايف ان الاسماعيلي يكسبنا ولا اي حاجه. لا، الاسماعيلي وديع، يعني احنا الطبيعي ان الزمالك ينزل الاسماعيلي يديله 4-5، وحتى ال 2-0 اللي احنا مدينهم له دول مش عجباني. لكن يعني هقول لك على حاجه قبل الماتش. يعني قال لك كابتن امين عمر هو اللي هيحكم الماتش، ودي كانت حاطه في نفسيتي حاجه يعني طوبه واقفه على قلبي، مستني انها اخلص منها ان كابتن امين عمر ده يبقى محكم لنا الماتش. بس الحمد لله يعني هي ما عملتش حاجه خالص غير ان هي جت في الكابتن يانيك فيريرا، ويانيك فيريرا في اخر الماتش وهو بياخد الانذار زي ما يكون يعني عارف قبل ما يدخل ان امين عمر ده ممكن يعمل حاجه، فراح ماسك ايده ومسلم عليه وقال له معلش احنا اسفين، احنا اسفين ان احنا كسبنا لحضرتك وللجمهور والوطنيه ولكل حد موجود في الدوله يا كابتن. الزمالك يفوز على الاسماعيلي 2-0 بمجهودات الكابتن عبد الله السعيد، اجمد لعيب في الماتش. ما اقدرش اتكلم على حد تاني احسن من عبد الله السعيد، ممكن اجيب بعده طبعا خوان الفينا عمل جزاء كتير في الماتش حلوه، لكن في حتت في الماتش ما كانتش عجباني النهارده في خوان الفينا، وهقول لك ليه. اخد عبد الله السعيد الاول. الراجل عبد الله السعيد بدا لك الماتش جون بلن، الدنيا حلوه، خد يا عبد الله يا سعيد هات البلانتي. قال لك يا باشا البلانتي بيجي كده اهو، خد، وادي 1-0 والزمالك بيكسب. طبعا ما اقدرش انسى عبد الله السعيد في الاسيست اللي عمله لعدي الدباغ في اللي المفروض كان يبقى الجون الثاني يعني، بس الاستاذ عدي الدباغ ابى ان ياتي بهدف في هذه الكوره وضيعها بشكل غريب جدا، وكان ممكن يحطها على الرغم من ان الجون الثاني بتاع الزمالك بنفس الشكل وبنفس الطريقه وحطها تشيب زي الفل من فوق الجون والدنيا كانت حلوه، بس يعني عدي الدباغ صمم ان هو يضيع الكوره عشان يضيع مجهودات عبد الله السعيد. عبد الله السعيد النهارده خط النص كان ماسك الدنيا، عامل اداء كويس جدا، وشابوه عبد الله السعيد. لا 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 يا جدعان، لا، الذهب لا يصدأ وعبد الله السعيد لا يذهب ابدا. تعال نروح بقى لكابتن خوان الفينا. كابتن خوان الفينا اول الماتش بصراحه لحد ما اخذ البلانتي كان مادي اداء عظمه، وهو يعني خوان الفينا الوحش بتاعه حلو، بس لا يا خوان الفينا، لا يا خوان الفينا، لا 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 يا خوان، دي مش كوره تضيع، دي مش كوره تضيع يا الفينا. الكوره الاولانيه اللي جات لك على رجلك عشان خاطر تحطها في قلب الجون بلسم وانت قدامك الجون كله فاضي وتحطها من جنب العارضه والكوره تتكعبل في رجلك، لا يا الفينا، لا يا كابتن بزيره، لا يا كابتن بزيره. انا سمعت ان ابوك هو اللي طالب ان احنا ننادي لك بزيره، بس لا مش كده، ما عجبتنيش، بس مش مشكله، عدت الماتش وكسبنا 2-0، ويبقى خوان الفينا ونجم الزمالك الاول هو كابتن عبد الله السعيد. طبعا ما اقدرش احط جنب حد جنب عبد الله السعيد، بس يا كابتن خوان ما كانتش كوره، والكوره اللي جت في العارضه زعلتني، ادمت قلبي بصراحه. عايزك انت تجيب، لما بتجيب انت جون انا بفرح، انا بتبسط لما انت بتجيب انت جون، الدنيا بتحلو وبتنور في عينيا لما انت بتجيب جون. تخيل بقى ان النهارده دونجا يعني عامل ماتش حلو برضه، دونجا لسه مكمل في المستويات الكويسه، وعاش، شابوه كابتن دونجا، شابوه، عاش دونجا باللي انت بتعمله. دونجا بيقدم مستويات السنه دي عظمه العظمه العظمه العظمه، انا مبسوط منك يا كابتن دونجا واللي انت بتعمله، وكلنا مبسوطين جدا. صحيح في الشوط الاول في اجزاء كتير كنا خسرانين خط النص وكان في مشاكل كتير، بس مش مشكله يا سيدي، اتس الاسماعيلي. والنهارده برضو الماتش انا لسه بقول لك اهو، الماتش ما كانش عاجبني قوي. اكبر مكسب للزمالك، اكبر مكسب للزمالك في الوقت ده هو الواد محمد اسماعيل المدافع، واكبر مكسب اكتر صلاح مصدق لما نزل مكان عمر جابر على الباك اليمين. انا بحب اشوف صلاح مصدق ده في الملعب هو الواد محمد اسماعيل، الاثنين دول بيحسسوني ان المدافعين لا، في مدافع كده حلو، في مدافع كده جميل. انت شفت محمد اسماعيل وهو بياكل الولا بتاع الاسماعيلي وبيرجعه وبيجيبه يا عم ده زيكو ما كانش بيعمل معانا كده، والله زيكو يا كابتن اسماعيل ما كانش بيعمل معانا كده، عشان كابتن اسماعيل يعني يحط رجله ويثبت ويقول لعم الونش خليك اصبر، ما تجيش يا كابتن الونش، سيب اسماعيل شويه هو اللي يلعب واللي ينزل مكانه. بصراحه لحد دلوقتي انا بقول برضو صلاح مصدق، صلاح مصدق يا جدعان، حته عيل والله العظيم 3 جامد جدا. بقيه الفريق كله 10/10، طالما بنكسب فاحنا 10/10، بس الجزئيه بسيطه عند كابتن عدي الدباغ، والفكره بتاعت ان ناصر منسي هو اللي نزل بديل، ما نزلناش عمرو ناصر. انا عايز عمرو ناصر يا عم في فريرة بعد اذنك، قعد عدي الدباغ شويه صحيح
هبقى على الواد هبقى حلوه وخد منه الكوره وغلط مدافع الاسماعيلي ورجع وراح على الجون وجاب الجون بشكل كويس، بس مضيع قبلها الكوره ما تضيعش، يعني مضيع الكوره ما تضيعش، حرام يا كابتن يانيك فريرة. وريني عمرو ناصر في الملعب، الله يرضيك الله يخليك وريني كابتن عمرو ناصر، عايز اشوفه وينزل بديل او هو اللي يبدا الماتش. ناصر منسي، ناصر منسي، ناصر يا ناصر الدعاوي خلصت يا ناصر، دعاوي الناس اللي كانت على فراش الموت خلصت. ايه يا كابتن ناصر منسي، كورتين اوف سايد، كورتين اوف سايد في ال10 دقايق اللي انت نزلتهم ولا ايه يا كابتن ناصر؟ ما تروق معانا واصحى كده فوق كده الله يخليك. وايه الكوره كلها جايه على دماغك بالورب كله جنب العارضه جنب العارضه جنب العارضه؟ ما تصحى يا عم ناصر منسي الله يخليك، عايزين نكسب كده ونعمل حاجه كويسه. عيب اللي بيحصل ده يا كابتن ناصر، ما احنا مش متعودين كده يا كابتن اسطوره، اصحى معانا الله يخليك. حسام عبد المجيد، ايه الجمدان ده ولا ايه الجمدان ده يا كابتن حسام عبد المجيد في الكوره اللي انت بتشيلها من قلب الجول من ورا الواد صبحي وبتاع والدلع والكلام ده كله؟ بقى انا مبسوط منك باللي انت عملته، بس انا مش مبسوط منك في حته الكوره اللي انت عملتها انت وبنتايج بعد اذنك. اللي ايه يا كابتن حسام، ليه بوش رجلك بترجع الكوره لورا، الكوره تروح لمدافع الاسماعيلي طلع اوت طلع كورنر اعمل حاجه يعني طلع يعني ضغط عليك الكوره صعبه حبتين، بس برضه يعني ركز سنه بس. عظمه حسام برضه، لسه حسام عبد المجيد بيقدم مستويات 10 على 10 على 10 على 10 على 10. انا هتغاضى ليك عن الكوره النهارده عشان احنا كسبانين. لسه عايز اتكلم على الواد ادم كايد. الواد ادم كايد ده يا جدعان معلم في نص الملعب، والله العظيم 3 معلم في نص الملعب. الواد ده لو دخل بس من الجهه الشمال اللي مرمي عليها دي لنص الملعب، الواد ده هنشوف منه اداءات خرافيه يا كابتن ادم كايد. والله ادم كايد الواد ده عليه لمسه عيل عاقل كده، فاهم راسي راكز، ما لا عليه بقى ان هو يعني عايز يعمل شو ولا يعمل حكايه ولا يعمل لا الواد عايز يلعب السهله والبسيطه والباصه واللي رايحه واللي جايه وهات. وبتتلعب ازاي يا عم؟ هي بتتلعب كده اهو، خد. هتلعب ازاي اهي؟ طب اهو بس، لا اكتر ولا اقل. انت مش عايز من ادم كايد اكتر من انه بيبقى اسطى في نص الملعب، يديك 1 2 لمسه 3 الدنيا بتطلع منه زي الفل. وناصر ماهر طبعا مش هقدر اتكلم عليك يا كابتن ناصر واقول لك حاجه تانية حلوه، انت عظمه عامه يعني. صحيح برضو في يعني حاجات، انا بقى الاسماعيلي عايز نكسب 8-9 كسبنا 2 مش مشكله، بس برضو الفريق كله واقف على رجله. يانيك فريرة 10 على 10، الفريق كله كويس. حتى وانت النهارده الحاله بتاعتك ماهيش يعني الواو، مش الجامده، مش شبه ماتش المصري، بتكسب الاسماعيلي 2-0 وبتدغدغ الدنيا وبتقدر ان انت تعمل اللي عليك. حتى الواد عبد الحميد معالي لما نزل من على الدكه كان جامد برضو وعمل اداء حلو. الواد ده هيجي منه كتير قوي على فكره. عندنا الجاي مين؟ الجونه مش مشكله، هاتوا. واللي بعده مين؟ الاهلي، هاتوا. واللي بعد المحله يلا على طول دلوقتي، انا عايز كله يجي لي دلوقتي على طول. في الدور طابور كده اخدك ادي 1 الاول 2 الثاني 3 الثالث. ما احنا بنكسب وانت مفكر ان احنا هنعمل ايه؟ ده احنا هندغدغ الدنيا على دماغ الكل. بكره الاهلي عنده سيراميكا، يعني اما نتفرج هنشوف، هنبص من عقب الباب كده نشوف الاهلي اخباره ايه مع سيراميكا، ونشوف اخباره ايه برضه واحنا قاعدين بنتفرج مع كابتن امام عاشور وكابتن ادم وطني واللي عمال يحصل بقى ما بين بقى ان هو اختار وكيل اعمال جديد. ادم وطني للاهلي مش عاجبه حكايه. خلينا نتفرج ده الحكايه حلوه والفيلم عمال يسخن والمسلسل عمال يشتغل جامد قوي 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 قوي. لحد هنا وخلصنا. احب اشوفك على خير وتشوفني على خير وتبقى عارف ان انا شافعي، ويعني اتمنى ان انت تخبط في الاشتراك في القناه المعفنه اللي مالهاش لازمه اللي انت قاعد تتفرج عليها دي. والسلام عليكم.